الشي اللي الناس بيشوفوه إشارة خطر واضحة بالإهمال نحن بنشوفه شي طبيعي. غيرنا بيفكر يهرب، نحن منضل ومتمسكين كمان. الناس التانيين بيأسوا من القسوة والبرودة، نحن منضل وعم نتأمل إنه الشريك رح يتغير إذا صبرنا شوي كمان وضلينا ساكتين. ويمكن يمر وقت طويل كتير قبل ما نوصل لنقطة ونعترف ونفهم إنه الوضع غريب فعلا وما إنه لصالحنا، إنه ما بيجوز كل مرة نطلب شوية لطف بينقال عنا مجانين، وإذا بدنا اهتمام أكتر بينقال عنا إنه عم نطلب زيادة. وإذا سألنا حالنا ليش الشخص التاني عم يقضي وقته على التليفون أو مقضيها سكر مع أصحابه، بينقال عنا مهووسين أو مملين. الوضع فينا صار مثل سمكة كبيرة الصولة زعانفة، وصارت يعني فقدت أي قدرة على التحكم بمسارها، هيك صار حبها بهالتيار ومتأملة إنه توصل لمكان منيح، لكن هي عاجزة فعليا تغير مسارها. في مثل إنجليزي مشهور بيقول يعني بما في معنى: إذا الناس ورجوك حالهم على حقيقتهم صدقهم. يا أخي صدقهم، يعني لا تصدق شو في بعقلك أو شو دماغك عم بيقلك، صدق الشخص اللي قدامك ليكو واضح، صدق هالحقيقة اللي قدامك.